أسعد الله صباحكم أو مساءكم أينما كنتم. بداية أحب أشكر النادي السعودي بجامعة أوبرن تسكيقة على هذه الاستضافة الرائعة. الابتعاث وما أدراك ما الابتعاث. خلال الاثنى عشر عام الماضية تغيرت كثير من المفاهيم والمعتقدات التي بنيت على المملكة بواسطة شباب وبنات حملوا على عاتقهم مسؤولية عظيمة، وهي الدفاع عن الوطن الغالي. منذ الأزل والشعوب الخارجية نظرتها عن المملكة العربية السعودية عبارة عن صحراء وآبار نفط وجمال، حتى أن أطلقت الحكومة الرشيدة عام 2005 برنامج الملك عبد الله رحمه الله للابتعاث الخارجي وتسخير كافة الإمكانيات والسبل من أجل الحصول على أعلى مستوى من التدريب والخبرات والعودة إلى أرض الوطن والمساهمة في تنمية ورفعة هذا الوطن الغالي. وبدعم من قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية بأمريكا، ارتفع عدد الأندية الطلابية من 40 نادي إلى أكثر من 250 نادي، هدفها خدمة الطلاب والتعريف بثقافاتنا وحضارتنا وإنجازاتنا داخل الجامعة والمجتمعات المحيطة. وبهذه النقلة النوعية في عدد الأندية الطلابية ووعي وثقافة الطلاب المبتعث بحكم وجودهم وسط مجموعة من الطلبة متعددين الجنسيات، ساهمت هذه بنشر ثقافة مجتمعية صحيحة وتغيير صورة نمطية سابقة عن المملكة وشعبها. ولكن أيضا هناك دور غير مفعل بطريقة صحيحة، ألا وهو كيفية نشر جهود وطننا للعالم الخارجي، وأن نكون أحد المساهمين في رفعة شأن هذا الوطن. فبوحدة وتكاتف الطلبة المبتعثين والمواطنين أنشئت مبادرة جهود السعودية، وهي أول مبادرة إعلامية رقمية تنشر جهود المملكة في جميع المجالات وبأهم لغات العالم، لكي توضح للعالم الخارجي الجهود الصحيحة المبذولة وتساعد في الرد والتصدي للحملات الإعلامية المعادية للمملكة العربية السعودية وشعبها. فبفضل الله تعالى ثم بفضل الطلبة والمبتعثين تغيرت الصورة النمطية السابقة وهدم ما بناه الإعلام الخارجي منذ القدم. فهناك عدد لا يستهان به من الابتكارات والإنجازات وبراءات الاختراع من قبل طلبة سعوديين في مجالات متعددة، فمنهم من أبدع في المجال الطبي والهندسي والعلمي والتقني، حتى وصلنا بفضل الله إلى المجال النووي ومجال الفضاء الخارجي. ومنهم من تم اختياره من قبل مراكز متخصصة كوكالة ناسا الفضائية. وهناك أيضا من أبدع بخلقه وأخلاقه وعمله. فلا تستحقروا صغائر الأمور، اعملوا بجد واجتهاد وإخلاص كل في مجاله. فأنا وأنت والكل شريك في رفع اسم هذا الوطن الغالي، لأن الحق الحقيقي الذي نمارسه هو حق الوطن علينا. ختاما، شكرا لكم جميعا واعتذر على الإطالة، وشكر خاص للنادي السعودي بجامعة أوبرن، والسلام عليكم.